السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. ان شاء الله النهاردة هنعمل الرز بلبن بالطريقة الجميلة الحلوة دي، نص بالشوكولاتة ونص باللبن بطريقة جميلة وسهلة. يلا بينا على المطبخ نشوف الطريقة الحلوة دي من وصفات المطبخ عملناها ازاي، وان شاء الله هتعجبكم. تابعوا الطريقة والمقادير والوصفة وهتعجب جدا الاطفال ان شاء الله. استنوا قبل ما نروح، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير ليوصل لكم منا كل جديد من اشعارات وصفات المطبخ. يلا بينا على المطبخ، يلا بينا.
ازيكم يا احلى مشاهدين في الدنيا. ان شاء الله النهارده عامله لكم رز بلبن بطريقه جميله جدا. هنا ده رز بلبن من غير اي اضافات، الرز بلبن بتاعنا العادي. وهنا عامله لكم الرز بلبن بالشوكولاته بطريقه جميله جدا بالكاكاو. يلا نشوف هنعمله ازاي. ان شاء الله هنجيب بوله ونحط نصها زي كده، هنحط نصها رز بالشوكولاتة. وهنجيب، شايفين انا مميلة الطبق كده، وهنجيب الرز بلبن السادة. شايفين ما شاء الله، شايفين الشكل. هنيجي برضو هنا كده، شايفين ما شاء الله. ده بيبقى شكله النهائي، بيبقى شكله حلو قوي. ان احنا بنعمل جزئين من الرز بلبن، الاطفال هتحبه. شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا، والطعم كمان بيبقى حلو، وحاجة جديدة بنغيرها. شايفين ما شاء الله الشكل، البولة جميلة جدا. شايفين الميلة اللي انا قلت لكم عليها، شايفين ما شاء الله. هكمل البولات وهرجع تاني لحضراتكم. وهنا البولات دي هنعملها بولة بالشوكولاتة كده، شكله جميل قوي. شايفين. وهنا هنعمل بولة بالرز بلبن الابيض. حابة تحطي بقى مكسرات، زبيب، جوز الهند، زي ما تحبي. هو الصراحة مش محتاج، شكله جميل جدا وحلو جدا. هكمل بقى البولات وارجع تاني لحضراتكم. ودلوقتي خلصنا الرز بلبن بطريقة جميلة جدا وسهلة وحلوة. ايه رأيكم بقى في الحلويات دي والاشكال الجميلة دي؟ شايفين ما شاء الله عاملة زي الوردة بطريقة جميلة جدا وسهلة. عملنا الرز بلبن السادة باللبن، وكمان عملنا الرز بلبن بالشوكولاتة بطريقة جميلة وحلوة. شايفين ما شاء الله الطبق، شايفين شكله حلو ازاي، وكمان الطريقة جميلة وحلوة وهتعجب الأطفال جدا. شايفين ما شاء الله، شايفين الشكل والجمال، حلوة جدا. يا رب تكونوا شايفينه في الفيديو. طريقة جميلة وحلوة وسهلة، وإن شاء الله هتعجبكم. وما تبخلوش بقى عليا يا حبايبي باللايك والشير وسبسكرايب، وإن شاء الله تعجبكم بإذن الله الطريقة الجميلة البسيطة بتاعة وصفات المطبخ. وأتمنى إن شاء الله تعجبكم، وتابعوني على قناتي وصفات المطبخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.